السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جئت لأتكلم عن السورية رويدة العطية، والتي قامت بالاستهزاء باللهجة الجزائرية وبالشعب الجزائري. اليوم سأعلق في هذا الفيديو على كلامها، في نفس الوقت أوجه رسائل لها ولأمثالها. نبدأ بالفيديو الذي رأيته. لو لاحظت معي بأنها قامت بذم نفسها بنفسها بدون أن تشعر، فهي تعترف أنها جاهلة ولا تعرف سوى اللغة العربية، وأظن حتى اللغة العربية ليست متمكنة منها، فهي ربما تعرف إلا اللهجة السورية البسيطة التي تعلمتها في ريف حمص مع البقر والحيوانات. المفروض الذي يكلمها ينزل مستواه قليلا ويكلمها بالدارجة أو باللهجة السورية البسيطة، ففي الأخير هي مجرد مغنية في كباريهات، ولا يجب أن نطلب منها أمور فوق استطاعتها. أما فيما يخص المايك اب، سبحان الله، حتى المايك اب الذي ظهرت به في الحصة فهو فاشل. لا أدري أين هو المشكل، هو في وجهها القبيح أم في الذي وضع لها المايك اب، مع أني أرجح أن وجهها القبيح هو السبب. أما الرسالة التي أوجهها لها ولأمثالها، أقول لها أنت أخذت أموال من المهرجانات الجزائرية، المفروض لا تقومي بالاستهزاء بشاب لا يعرفك أصلا هو، ولم يغلط عليك ولو لمرة. وأنت والبوكيمون الذي كان يضحك معك تعرفون تمام المعرفة أن الشعب الجزائري يضرب به المثل في الذوق والشهامة والكرم. يكفي أن أقول لك مثل صغير لتعرف الفرق بين المحيط الذي تعيشين فيه وبين الجزائر بلد سيادي. انظري الآن إلى بلدك كيف هو مدمر، وشعبك هو مهجر في الخارج ويشحد في البلدان العربية بسبب أمثالك من الجهل. أما البوكيمون الذي كان يضحك معك فأقول له: أين صورت الحصة؟ أليس في بلد ليس به رئيس؟ أليس في بلد عجز أن يزيل القمامة عن مواطنيه؟ شفتوا الفرق بين الجزائر وبينكم يا حثالة؟ هناك مثل ينطبق عليكم يقول: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرد. يكفيكم هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.